لو جهازك العصبي عايش طول الوقت في استنفار، فممكن تكون مشكلتك إن الفرامل عندك ضعيفة. يعني جسمك عارف يدوس بنزين اللي هي والقلق والتوتر، ولكن هو ما بيعرفش يهدى بسهولة ولا يرجع للأمان بالسرعة اللي محتاجها. في الحلقة دي هنتكلم عن العصب الحير، الجزء المسؤول عن تهدئة الجسم وتشغيل الفرامل، وازاي من خلال تمارين بسيطة ومثبتة علميا تقدري تساعديه يقوى من جديد. زي ما اتكلمنا قبل كده وقلنا ان العصب الحير هو الطريق السريع ما بين الدماغ والأعضاء، وهو المسؤول الأول عن الجهاز الباراسمبثاوي اللي هو الفرامل. في الصدمة بقى العصب الحير بيضعف، يعني الفرامل خلاص بقت ضعيفة. الخبر الحلو إن العصب الحير ممكن يقوى زي العضلة زي ما اتعودنا، والتمارين الجاية كلها مثبتة علميا إنها بتحفز وتقوي العصب الحير. فأول تمرين معانا هو الغنى أو الهمهمة. بمعنى العصب الحير بيمر جنب الحنجرة والأحبال الصوتية، فلما تغني أو تهمهمي اللي هو الاهتزاز اللي بيحصل في الحنجرة ده بيحفز العصب الحير مباشرة. وفي أبحاث حديثة أثبتت إن الغنى بيزود نشاط العصب الحير، الهمهمة بتقلل التوتر والقلق بشكل سريع، كمان الإنشاد أو الترنيم بيحسن معدل ضربات القلب وبيهدي الجهاز العصبي. طبعا أنا هحاول أعمل لكم باوربوينت بشكل لذيذ كده هيكون مع الفيديو إن شاء الله، لأن أنا حطيته على فيسبوك بس ما كانش ألطف حاجة. طيب مين بيستخدم بقى الغنى والهمهمة دي؟ أي حد، أي حد، لأنه من أسهل وأمتع التمارين بتاعة العصب الحيوي. الناس اللي بتحس بتوتر في الحنجرة أو صعوبة في الكلام، الناس اللي فقدوا صوتهم أثناء الصدمة، حرفيا أو مجازيا الاتنين مناسبين. فالخطوة الأولى بقى إن إحنا هنقعد بشكل مريح وناخد نفس عميق من الأنف، وانتي بتعملي الزفير هتقولي "مم" كده، زي كأن صوت النحلة. ونخلي الهمهمة طويلة لحد ما النفس يخلص. عايزاكي تحسي في أثناء الزفير والشهيق الاهتزاز في الحنجرة والصدر والوجه الوش والراس. تمام. هنكرر الهمهمة والغنى دي من 5 ل10 مرات. تمام. ده الجزء الخاص بالهمهم. يلا تاني شهيق لمدة 5 أو 10 مرات. عايزاكي تلاحظي ايه الإحساس اللي انت حسيتيه. هل الاهتزاز ده كان مريح بالنسبة لك؟ هل حسيتي بهدنة أو بتهدئة شوية؟ أنا طبعا لما بزهق بقوم عاملاها، بس مش بعملها همهمة، أنا بعملها كده اللي هو آم كده. بتدخلني في حالة خلاص بقى. طيب الحاجة التانية معانا هي الغنى. احنا عايزين نختار أغنية بتحبيها، أي أغنية دينية، أي حاجة. تمام. وغني معاها بصوت عالي. تمام. لو في خصوصية طبعا، لو مفيش خصوصية أو لو مش مرتاحة للغنى بصوت عالي غني بصوت أوطى شوية، ولكن المهم إن الصوت يكون مسموع. احنا عايزين نركز على الإحساس بالاهتزاز، مش هنركز دلوقتي صوتك حلو ولا وحش. فاحنا هنكرر الموضوع ده لمدة 3 أو 5 دقايق. عايزاكم تيجوا تسمعوا معايا أغنية أنا بحبها قوي بس مش عارفة هاخد حظر ولا لأ. من قناة اسمها بين الذرة والسماء. القناة حرفيا بترفع المود بشكل تحفة تحفة تحفة. فيها مزيج ناعم قوي من اختيارات الموسيقى والأغاني، بجد بجد برشحها وبقوة. هي لسه بادئة بس تحفة. تمام. عايزاكم تسمعوا حتة صغننة بس كده. دي لما باحس إن أنا عايزة أدخل في مود استرخاء باشغّلها.
طيب الحاجة التالتة معانا هي الترنيم أو التلاوة. لو أنتِ بتصلّي حاولي ترتّلي القرآن بصوت هادي، الترتيل من أكتر الحاجات اللي بتحفّز العصب الحيّر بشكل قوي جدًا، جدًا. أو لو أنتِ بتردّدي الأذكار أو التسابيح ردّديها بصوت هادي. أنا طبعًا أكتر صوت أنا باحبه هو عبد الرحمن مسعد والعفاسي طبعًا، وقولوا لي بقى في الكومنتات أنتم بتحبوا صوت إيه في القرآن، يعني أكتر صوت أنتم بترتاحوا له. طيب إيه الحاجات اللي أنا هاستفادها بعد الترنيم أو الهمهمة أو الغُنى، يعني ال3 كل واحد ليه دوره ولكن ال3 من نفس النوع. بعد دقيقتين أو 3 أو 5 بالكتير لو أنتِ بتعملي من 3 ل5 دقايق هتحسّي بتهدية واضحة، هتحسّي استرخاء في الحنجرة، بطء في ضربات القلب. مع الممارسة المنتظمة هتلاقي عندِك العصب الحيّر بقى قوي، تحسُّن في القدرة على التعبير، يعني هتقولي الكلام بوضوح وثقة، وتقليل حبسة الصوت اللي هي لمّا الصوت يتقفل وقت التوتر. في التمرين التاني معانا بقى النهارده هو تمرين مهم أوي، أوي، أوي اللي هو المَيَّة الباردة، زي المَرّة اللي فاتت لمّا قُلنا التلج، تمام. لأ النهارده إن إحنا هنغسل وشنا بمَيّة باردة تلج، يا إما نغمر نفسنا في المَيّة الباردة، وواحد من أقوى محفزات العصب الحيّر حرفيًا. ليه بقى؟ لإن لمّا جسمِك يتعرّض لبرودة مفاجئة خاصةً الوش، بيحصل رَد فعل اسمه منعكس الغطس. منعكس الغطس ده بيحصل عند الثدييات عامةً، فده رَد فعل بيولوجي قديم جدًا موجود في كل الثدييات. لمّا الوش يلمس مَيّة باردة الجسم بيفتكر إنِّك بتغطسي في مَيّة عميقة. فبيحصل إن القلب بيبطأ على طول عشان يوفّر أكسجين، الأوعية الدموية في الأطراف بتضيق علشان توجّه الدم للقلب والدماغ، والعصب الحيّر هينشط بقوة، والجهاز الباراسمبثاوي اللي هو الفرامل بيشتغل. فالنتيجة هتلاقي تهدية فورية للجهاز السمبثاوي اللي هو البنزين، وتنشيط قوي للباراسمبثاوي الفرامل، ويقطّع دورة القلق أو الهلع في ثواني، تمام. في أبحاث حديثة من جامعة الUCL في بريطانيا أثبتت إن المَيَّة الباردة بتزوّد نشاط العصب الحيّر، بتحسّن المزاج وتقلل أعراض الاكتئاب، بتقوي المرونة العصبية اللي هي القدرة على التعامل مع الضغط. فمين بيستخدمه؟ الناس اللي بتعاني من قلق أو هلع، الناس اللي محتاجين إعادة ضبط سريعة جدًا لجهازهم العصبي ما عندهمش وقت، الناس اللي بيحسّوا بسخونة داخلية من كتر الغضب أو التوتر الشديد، الناس اللي عايزة تقوي العصب الحيّر على المدى الطويل. فهنعمل إيه؟ أسهل حاجة خالص ودي كانت أسرع حاجة، إن إحنا نغسل وشنا بمَيّة باردة. هنروح الحمام نجهّز مَيّة باردة كده في الحوض أو في الفوطة أو أيًا كان، والمهم يكون المَيّة باردة مش فاترة ولا سخنة، لأ باردة، 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 لو قادرين حطّوا تلج. فناخد نَفَس عميق ومرّة واحدة هوب ننزّل وشنا في المَيّة الباردة بتاعة الطبق، أو نحط الفوطة المبلولة في المَيّة وبعد كده نحطها على وشنا كُلّه. أهم حاجة، أهم حاجة المَيّة تغطي الجبهة، تحت العين، الخدود، حوالين الفم، ماشي، ونستمر في الوضع اللي إحنا الغط ده 30 ثانية، ممكن توصل ل60 بس مع الممارسة. وحاولي تتنفسي بهدوء أثناء الغمر، ماشي، لو أنفِك في المَيّة، عايزاكِ تحسّي بالبرودة مش عايزاكِ تقاومي. وأهم حاجة عايزاكِ تلاحظيها هنا، هل ضربات قلبِك بتبطأ والّا لأ؟ بعد كده بعد 30 ثانية ارفعي وشِّك وامسحيه بفوطة عادي، وبعد كده خُدي أنفاس عميقة ولاحظي الفرق. ممكن تكرّري الموضوع ده من مرتين ل3 في نفس الجلسة حسب قوة تحمُّلِك أنتِ، أو مرّة واحدة بس على حسب الاحتياج. طيب أنا دلوقتي عندي وقت يا حبيبة، هناخد دُش، ناخد دُش بارد بقى، تمام. ممكن تبدئي بدُش دافي في الأول اللي هو تستحمي عادي، وفي آخر 30 ثانية أو آخر دقيقة هتحوّلي المَيّة الباردة، يعني أكتر حاجة باردة ممكن تتحمّليها حُطّي الدُش عليه، وخليكِ واقفة تحت المَيّة الباردة كده، وتخلّي جسمِك كلّه يتغطّى. خاصةً إيه بقى، خاصةً هنا الوش والرقبة والصدر. ف التنفس البطيء ممكن يكون صعب في الأول، بس حاولي، حاولي، وعايزاكِ تحسّي البرودة. هتقولي لنفسِك أنا باقوّي جهازي العصبي، أنا باقوّي جهازي العصبي.
فعايزين نلاحظ بعد ما تطلعي بقى جسمك اتنشط ازاي. وعايزاكي بقى، هل حسيتي بهدوء او يقظة او طاقة؟ قوليلي في الكومنت. علشان كده دايما بيقولوا لما تحسي بكسل خشي استحمى بماء بارده علشان تفوق. طيب يبقى احنا كده عندنا النقطة بتاعة المية الباردة، عندنا يا اما نغسل وشنا، يا اما نستحمى، يا اما تالت حاجة بقى اللي هي الكمادات. لما حد يكون عنده سخونة سخونية او كده، بيعملوا له كمادات برد. تمام. او كيس تلج ملفوف في قماشة كده وحطيه على الوش، خاصة الجبهة والخدود، لمدة من 30 ل 60 ثانية. ماشي. طبعا انا هحاول احط لكم كل ده في الباوربوينت باذن الرحمن. وعايزاكم تقولوا لي في الكومنت جزء التمارين ده عجبكم ولا لا. طيب لو عندك مشاكل في القلب أو ضغط الدم سواء عالي أو واطي، نستشير الدكتور الأول. لو حسيتي بدوخة أو إن حاسة إن هيغمى عليكي، ممكن تكوني بريتي زيادة عن اللزوم فهتوقفي. لو البرودة صعبة جدا ممكن نبدأ بمية فترة الأول، وكل مرة تقللي الحرارة شوية لحد ما توصلي للبارد. طيب امتى أعملها؟ الوقت الكويس جدا جدا الصبح، وأثناء نوبة القلق أو الهلع عشان نقطع الدورة على طول، وبعد موقف مجهد اللي هو عايزين نهدي جهازنا العصبي بسرعة. طيب تالت تمرين معانا هو تمرين التنفس الموجه، تنفس القلب المتغير بنسميه كده. العصب الحاير عنده تأثير مباشر على معدل ضربات القلب. لما العصب الحاجري يكون شغال كويس هتلاقي معدل ضربات القلب بيتغير بشكل طبيعي مع التنفس. يعني لما تاخدي شهيق القلب بيسرح شوية، لما تيجي تطلعي زفير القلب بيبطأ واحدة واحدة. ده اسمه ال HRV أو ال heart rate، أو تباين معدل ضربات القلب. كل ما ال HRV ده كان أعلى، كل ما كان بيدل على إن العصب الحاير أقوى، كل ما كان بيدل برضه على إن الصحة العصبية أفضل. ففي الصدمة والتوتر المزمن ال HRV ده بيقل، قلب بيبقى في معدل ثابت، بيكون سريع غالبا في معظم الحالات، وده علامة إن العصب الحير ضعيف. فالتمرين ده مخصص لتحسين ال HRV وتقوية العصب الحي. مين هيستخدمه؟ الناس اللي عايزة تقوي العصب الحير بشكل مستمر، الناس اللي القلب بتاعهم دايما سريع، الناس اللي بيعانوا من قلق مزمن، والرياضيين اللي عايزين يحسنوا الأداء النفسي والجسدي بتاعهم. فهنقعد أو ننام بشكل مريح، ونحط إيدينا على قلبنا، ودي نقطة اختيارية، ونقفل عينينا. وهنبدأ ناخد شهيق من الأنف، ونعد لحد 5. 1 2 3 4 5. وانت بتاخدي الشهيق هتتخيلي إن القلب بتاعك بيدق بهدوء وانتظام. ويلا ناخد زفير ونعد 7 عدات. وانتي بتطلعي الزفير هتتخيلي ان العصب الحاير بينشط، والقلب بيهدى ويرتاح، الجسم كله يدخل في حالة راحة. 1 2 3 4 5 6 7. بعد كل زفير هتاخدي ثانية تحسي بيها في ضربات قلبك. مش عايزين نتحكم فيها، احنا عايزين بس نلاحظها. ونكرر الدورة دي 10 مرات، يعني حوالي 3 أو 4 دقايق. ولما توصلي لمستوى متقدم، لما تتعودي على التمارين، ممكن تضيفي فقرة الامتنان والحب. وانتي بتتنفسي فكري في حاجة واحدة بتحبيها أو حاجة انتي ممتنة ليها، لأن الامتنان والحب يزودوا نشاط العصب الحي. عايزاكي تقولي لنفسك أنا ممتنة ليه، وتكملي. أو أنا بحب، وتكملي، سواء شخص، مكان، حاجة في حياتك. وقفي الفيديو وكملي تنفس وباقي التمرين، وارجعي للفيديو تاني.
مش عايزاكي تستعجلي خالص، التمرين ده تراكمي، يعني كل لما تيجي تعمليه أكتر كل ما العصب الحير يقوى أكتر. لو صعب عليكي تعدي حاولي تستخدمي تطبيق يساعدك على الإيقاع البطيء وتتنفسي معاه. لحد الآن ما لقيتش تطبيق كويس بصراحة مجاني، فلو انتوا عندكم تطبيقات بالذات للتنفس اكتبولي في الكومنتات. طيب التمرين ده هنعمله امتى؟ كل يوم نفس الوقت الصبح او بالليل، الانتظام عندنا اهم من المدة. تمام؟ يعني نعمل 3 دقايق كل يوم احسن من 20 دقيقة مرة في الاسبوع. بعد 3 او 4 دقايق هتحسي ببطء واضح في ضربات القلب، تهدية واضحة، الاحساس بالراحة والاستقرار. بعد اسبوعين هتلاقي تحسن في ال HRV، تباين معدل ضربات القلب، هتلاقي تقوية في العصب الحير وقدرة أكبر على الهدوء السريع. طيب التمرين اللي بعد كده هو حركة العين البطيئة، لأن احنا قلنا في ارتباط عصبي مباشر ما بين حركة العين والعصب الحير. دكتور ستانلي روزنبرج، معالج جسدي متخصص في العصب الحير، طور تمارين بنستخدمها بسيطة جدا، بتستخدم حركة العين البطيئة عشان تنشط العصب الحير. فكرتها كلها إن الحركة البطيئة المتعمدة للعينين خاصة اليمين والشمال بتحفز فروع معينة من العصب الحي. هي ليه بتشتغل؟ لأن العضلات اللي بتحرك العين مرتبطة بالجهاز العصبي اللا إرادي، والحركة البطيئة بتهدي الجهاز السمبثاوي اللي هو البنزين بتاع القلق والتوتر، وبتنشط الباراسمبثاوي اللي احنا أصلا عايزين ننشط. مين هيستخدمه؟ الناس اللي بتعاني من توتر في الرقبة في الكتفين، ده لأنه مرتبط بالعصب الحير، الناس اللي عندهم صداع وتوتر، الناس اللي عايزين تمرين سريع ممكن يتعمل في أي مكان. فهنقعد أو نقف بشكل مريح. أهم حاجة بقى هنا إن احنا نثبت الراس، ما نحركهاش خالص، العينين بس هما اللي هيتحركوا. تمام؟ فاحنا ناخد الجزء اليمين، هنبص قدامنا بنقطة ثابتة في مستوى العين، ببطء شديد هنحرك عينينا لأقصى اليمين، وأهم حاجة من غير ما نحرك راسنا. حاولي تاخديها ببطء شوية لحد ما توصل لأقصى اليمين، وهتاخدي الوضع ده، استني لما توصلي لآخر اليمين، هتستني 10 أو 20 ثانية. عايزاكي تقوليلي انت لاحظتي ايه، هل اتوبتي؟ هل عمالة تبلعي ريقك؟ هل أخدتي نفس عفوي؟ وهل لاحظتي استرخاء في الرقبة أو الكتفين ولا لأ؟ لو لاحظت أي علامة من العلامات دول، كل دي علامات إن العصب الحير بدأ يتنشط. طيب ببطء شديد برضو لمدة 20 ثانية هترجعي بعينيكي للمركز اللي هي النقطة الثابتة اللي انت مثبتة راسك قدامها، وهناخد راحة 10 ثواني قبل ما ننتقل لأقصى الشمال. يلا ببطء شديد هنحرك عينينا لأقصى الشمال، ناخد 20 أو 30 ثانية لحد ما نوصل لأقصى الشمال. ولما نوصل لأقصى الشمال هناخد 10 أو 20 ثانية ثابتين في أقصى الشمال، ونلاحظ برضو نفس العلامات. أهم حاجة الحركة تتعمل ببطء. بعد ما نستنى 10 ثواني، يلا ببطء تاني هنرجع للمركز، وبعد كده هنقفل عينينا وناخد نفس عميق. ممكن نكرر الحركة دي مرتين أو 3. البطء هنا هو المفتاح. لو عملت الحركة بسرعة ممكن ما تشتغلش، كل ما الحركة كانت أبطأ كل ما التنشيط كان أقوى. طيب ايه العلامات اللي أعرف إن العصب الحير بدأ يتنشط؟ زي ما قلنا المتاوبة، فكرة ابتلاع الريق، نفس عميق عفوي،
كل دي علامات ممتازة. لو ما حصلش ده في الأول عادي جدا هنستمر برضو في التمرين. تمام. أهم حاجة نفتكر إن الانتظام والاستمرار أهم من المدة، ونحط كل التمارين اللي محتاجين نعملها في ورقة كده قدامنا، ونعمل لهم جدول، وكل يوم نختار تمرين أو اتنين، وكل مجموعة بناخدها، وكل أسبوع هنزود تمرين. أهم حاجة عايزاكوا تكتبوا النتائج اللي انتوا بتاخدوها، وجربوا أكتر من حاجة، لأنه مش كل مناسب مع الجميع. علشان كده أنا بحاول أنوع في التمارين على قد ما أقدر. وبس كده يا حلوين، دي كانت حلقة النهاردة. اشوفكم على خير في حلقة جديدة، واكتبوا لي في الكومنت ايه اكتر تمرين عجبكم او فاتكم في الفترات اللي فاتت، والحلقة الجاية هنكمل باقي التمارين.